لكل فيلم حكاية ولكل حكاية ملخص. فيلمنا بيبدأ مع راجل اسمه أدموند، واللي بيكون محبوس داخل سجن في جزيرة منعزلة. وأول ما شاف المأمور وهو بيتجه للزنزانة اللي جنبه، راح حرك سريره بسرعة وبدأ يحفر في الحيطة، وبعدها دخل في الفتحة اللي عملها. وعلى الناحية التانية المأمور بيدخل يبص على الكاهن المسجون اللي جنبه، وبيلاحظ إنه نايم ومش بيتحرك. وساعتها المأمور بيقول للحرس إن في عملية كبيرة هتتعمل ورا السجن، ومش مطلوب منهم يعملوا أي دوريات طول الشهر اللي جاي. وأول ما أدموند سمع الأخبار دي اتبسط جدا، لأنه لسه ما أنهاش حفر النفق اللي بيعمله علشان يهرب من السجن. وبعد ما المأمور والحرس بيمشوا، بنكتشف إن الكاهن كان بيمثل إنه نايم، علشان يخلي المأمور يتكلم براحته ويكشف عن المعلومات اللي بيرتبها. وكمان بنكتشف إن الكاهن ده بيساعد أدموند أصلا في حفر النفق. وبما إن السجن مبني على جزيرة، فالكاهن وأدموند بيكون هدفهم إنهم يحفروا ناحية البحر علشان يتجنبوا أي صدام مع الحرس، وكمان علشان يهربوا من خلال العوم في البحر. وعلى الرغم إن الكاهن بقاله 14 سنة بيحفر، إلا إنه اكتشف من قريب إنه كان بيحفر في الاتجاه الغلط. وده خلى الكاهن وأدموند يغيروا اتجاههم ويبدأوا يحفروا في مكان جديد، والاتنين بيكون عندهم القدرة على حفر نص متر كل يوم. ولو استمروا بالمعدل ده، الموضوع هياخد منهم 10 سنين حفر على الأقل. وفي يوم وأثناء ما أدموند كان بيحفر، فجأة صخور النفق بتقع عليه وبيتحشر جواها. وأول ما الكاهن بيسمعه بيروح له بسرعة علشان يساعده، بس للأسف وهو بيحفر علشان يطلعه بيستنشق كمية كبيرة من التراب. ومع ذلك الكاهن بيدوس على نفسه وبيكمل حفر لحد ما بيقدر ينقذ أدموند وبيخرجه من النفق. ولحسن الحظ أدموند ما بيكونش اتصاب بأي جروح خطيرة، والاتنين بيفضلوا يحضنوا بعض، وده لأن ليهم سنين كتير عايشين سوا، والعلاقة ما بينهم بتكون زي الأب وابنه. وكل يوم الكاهن كان بيمد أدموند بكل المعلومات والمعرفة اللي عنده. وكمان أدموند حكاله إن صاحبه هو اللي رماه في السجن ده بعد ما لفق له تهمة، وعلشان كده أدموند بيكون عايز يخرج من السجن بأي طريقة علشان ينتقم. وفي يوم الكاهن ما كانش قادر ياخد نفسه بسبب كمية التراب اللي استنشقها، ولما أدموند شاله ونيمه على السرير لاحظ إن حالته صعبة جدا. ولأن الكاهن كان عارف إنه خلاص بيودع، طلب من أدموند إن يشيل الطوبة المكسورة اللي قدامه ويطلع الورقة اللي وراها، وبيعرفه إن دي مش ورقة عادية، ولكنها خريطة لتنزل كونت مونte كريستو. وده كان راجل مستواه عالي جدا في البلد، والكاهن بيعرفه إن هو كان خادم الكونت في سنين شبابه، ولكن للأسف حصلت مشاكل كتير للكونت وقبضوا عليه علشان ياخدوا الكنز بتاعه. ولكن عمرهم ما كانوا يتخيلوا إن خريطة الكنز دي كانت معايا. ولأن الكاهن كان عارف إن أيامه بقيت معدودة في الحياة، بيدي الخريطة لأدموند علشان يروح يدور على الكنز وياخده. وتاني يوم أدموند بيسمع صوت خطوات الحارس وهو رايح لزنزانة الكاهن. ولما أدموند بص من الحفرة، اكتشف إن الكاهن مات، فاتصدم وما كانش مصدق إن عشرة عمره فارق الحياة. والمأمور أمر الحرس إنهم يرموا جثة الكاهن في البحر. وبعد ما الحرس خرجوا من الزنزانة، أدموند عدى من الحفرة علشان يروح يلقي نظرة الوداع على الكاهن. وساعتها خطرت على باله فكرة جريئة جدا، فضل يقطع في الكفن لحد ما خرج جثة الكاهن منه، وبعدها دخله في الزنزانة بتاعته ونيمه على سريره، وقص شعر راسه وحطه على دماغ الكاهن وغطاه بالبطانية علشان يبان إنه نايم. وبعد ما أدموند عمل كل ده، راح دخل في الكفن بدل الكاهن وخيط الكفن من جوه. وبعد ما الحرس خلصوا أكلهم، راحوا شالوا الكفن وخرجوا بره السجن علشان يرموه في البحر. ولكن قبلها ربطوا في رجليه كرة حديدية كبيرة علشان يتقلوا الجسم وما يظهرش على سطح المية. وبعد ما رموا الكفن في البحر، أدموند طلع خنجر كان عامله وقطع بيه الكفن، وبعدها فضل يعوم لفوق بسرعة. وبمجرد ما أخد نفسه، فك الكرة الحديدية اللي مربوطة في رجله وكمل عوم في البحر. وفي نفس الوقت لما الحارس بيروح يدخل الأكل لأدموند، اتصدم لما اكتشف إن اللي نايم على السرير يبقى الكاهن اللي مات. ولما الحارس بيعرف المأمور بيتصدم هو كمان. وأثناء ما المأمور بيفتش الزنزانة، بيشوف الممر المحفور بين الزنزانتين، وساعتها بيفهم إن أدموند نام في الكفن بدل الكاهن علشان يهرب. وبعدين بنرجع لأدموند اللي قدر يوصل للشاطئ، وعلى الرغم إنه نجح في الهروب من السجن، إلا إنه لسه موصلش لأهدافه الأساسية، واللي هي الانتقام من الناس اللي ظلموه والعثور على كنز الكون.
ولكن أول حاجة بيقرر يعملها إنه يغير زي المسجون اللي عليه، لأن لو أي حارس شافه بالزي ده هيخلص عليه. وأول ما بيلاقي مزرعة قدامه بيروح يدخل فيها بسرعة، وبيستغل إن صاحبها موجود بره وبياخد ملابس من عنده. ولما بيبص على المراية اللي جنبه بيتصدم، لأن حبسه لمدة 15 سنة غير شكله لراجل عجوز. ففضل يقص شوية من شعره ودقنه. وتاني يوم لما بيرجع لبلده علشان يشوف أبوه بيكتشف إنه مات من فترة كبيرة. ولما بيروح يزور قبره الحارس بيبلغه إن الراجل مات بسبب حزنه على ابنه. والمفاجأة إن أدموند بيلاقي اسمه مكتوب على قبر جنب قبر أبوه، وساعتها بيفهم إن الناس افتكروه مات وكمان عملوا له قبر. ولما بيروح علشان يشوف خطيبته بيتصدم لما بيعرف إنها اتجوزت صاحبه فرناند وسافرت معاه لباريس. وبعد ما أدموند بيروح يتمشى في المدينة بيلاقي مجموعة من الحرس ماشيين قدام منه وبيكون معاهم مسجون. فأدموند بيروح يستخبى بسرعة، وفجأة المسجون اللي ماشي مع الحرس بيهرب منهم وبيروح يستخبى في نفس المكان اللي مستخبي فيه أدموند. ولما الحارس بيقدر يوصل للمسجون وبيفضل يضرب فيه، أدموند بيروح يضرب الحارس وبينقذ المسجون من تحت إيديه. ومن ساعتها والمسجون ده بيفضل يمشي ورا أدموند في كل مكان، ومش بيرضى يسيبه أبدا بعد ما أنقذ حياته. لحد ما فجأة الاتنين بيلاقوا مجموعة من الحرس قدام منهم، فبيجروا يستخبوا بسرعة داخل عربية كارو. ولما بيفضلوا يدردشوا مع بعض أدموند بيعرف إن المسجون ده اسمه أرثر، وكان شغال بحار متخصص في التهريب، وعلشان كده قبضوا عليه. ومن ساعتها والسفينة بتاعته مركونة في المينا. وبعد ما أدموند بيسمع حكاية أرثر بيطلب منه إنه يشتغل معاه على السفينة، وبالفعل أرثر بيوافق. وبعد ما الاتنين بيروحوا يركبوا السفينة أرثر بيبلغوا إنهم هيتجهوا لمكان اسمه تالون علشان يبدأوا الشغل. وأثناء ما هم ماشيين بالسفينة أدموند بيقول لأرثر إن في عاصفة شديدة جاية عليهم، وإنهم لازم يروحوا يستخبوا عند جزيرة الكونت مونت كريستو لأنها قريبة منهم وعلى بعد 10 كيلو. وبالفعل بيوصلوا للجزيرة وبيقعدوا هناك. وبنعرف إن أدموند راح للجزيرة دي علشان يدور على كنز الكونت، وإن مفيش عاصفة ولا حاجة أصلا. وبعدها أدموند بيكدب على أرثر وبيقوله إنه رايح يصطاد، ولكنه في الحقيقة طلع على قمة الجزيرة وفضل ماشي مع خريطة الكنز. ولكنه لاحظ إن الخريطة ما وصلتوش لحاجة، والطريق انتهى بيه على حافة الهاوية اللي بتطل على البحر. وفي اللحظة دي أرثر بيروح يبلغه إن جه الوقت إنهم يكملوا في رحلتهم. وساعتها أدموند بيضطر إن يأجل موضوع البحث عن الكنز، وبيروح يركب السفينة مع أرثر. ولكن قبل ما بيتحركوا بالسفينة أدموند بيشوف صخرتين كبار موجودين على قمة الجزيرة وبيكونوا شبه البوابة. فأدموند بيحفظ شكل المكان كويس. وبعد ما بيمشوا بالسفينة شوية بيقرروا إنهم يروحوا يقعدوا في مدينة قريبة علشان ياكلوا ويشربوا ويروقوا على نفسهم. وفي الليل أدموند بيفضل يفكر في الصخرتين اللي شافهم، وبيكون واثق إن أكيد الكنز وراهم. وعلشان كده بيروح ياخد مركب صغير وبيرجع للمكان بسرعة. ولما بيفضل يدور بين الصخرتين بالفعل بيلاقي بوابة ورا منهم. ولما بيشيل الصخور من عليها بيلاقي فتحة عميقة جدا، فبيفضل يسحب فيها لحد ما بيجيب نهايتها. وأخيرا بيلاقي الكنز اللي بيدور عليه، واللي بيكون عبارة عن صناديق كبيرة مليانة بالذهب والمجوهرات بكل أشكالهم وأنواعهم. وساعتها أدموند بيفرح جدا وبيحس بسعادة عمره ما حس بيها قبل كده، وبالذات لأن الثروة دي هي اللي هتساعده في خطة الانتقام اللي هينفذها. وبعد كام يوم أدموند بيطلق على نفسه لقب الكونت مونت كريستو. وأول حاجة بيعملها إنه بيبعت هدية لأرثر مع مرسال، والهدية دي بتكون عبارة عن سفينتين كبار وثلاث بيوت. وبيطلب من أرثر إنه يقابله في فندق معين. وتاني حاجة بيعملها إنه بيبعت رزمة فلوس لأصحاب المزرعة اللي أخد منها الملابس. ولما أرثر وأدموند بيتقابلوا أدموند بيبلغه إنه بقي غني جدا ومحتاجه في شغل معاه، وفي المقابل هيديله فلوس كتير ما كانش يحلم بيها. ومع إن أرثر كان مستغرب من النعمة اللي نزلت على أدموند مرة واحدة، إلا إنه بيوافق يشتغل معاه. وبعدين الاتنين بيروحوا يراقبوا راجل اسمه فورت، وده يبقى الراجل اللي سجن أدموند ظلم، مع إنهم كانوا أصحاب جدا. وأدموند بيعرف إن فورت بقي ناجح جدا في حياته لدرجة إنه بقي المدعي العام في باريس. وبعدين أدموند بيدخل لقسم الشرطة وبيروح لمكان السجلات
وهو بيمثل إنه صحفي ورئيسه طلب منه كتابة مقالة عن المساجين، وبيبلغ الموظف إن أثناء بحثه صادف راجل اسمه أدموند تم سجنه بدون محاكمة، وإنه محتاج يبص على الملف بتاعه علشان يكمل المقالة اللي بيكتبها. ولكن الموظف بيرفض وبيقوله إن دي معلومات سرية. بس أول ما أدموند بيعرفه إنه صديق فورت، الموظف بيتوتر جدا وبيعتذر له ويبلغه إنه ما كانش يعرف إنه صاحب المدعي العام، وبيروح يجيب له الملف اللي طلبه بسرعة. وبعد ما أدموند بيفتح الملف بيلاقي جواه الرسالة اللي خلته يتسجن ظلم. والمفاجأة لما بيعرف إن الاتهامات الموجهة ليه كان مقدمها راجل صاحب بار يعرفه. وأدموند ما بيكونش فاهم ليه صاحب البار ده عمل معاه كده، مع إن عمرهم ما كان في بينهم مشاكل. وبعدين أدموند بيحط الرسالة دي في الشنطة بتاعته وبياخد أرثر وبيروحوا لصاحب البار، واللي أول ما بيشوف أدموند مش بيعرفه في الأول لأن شكله بيكون اتغير. ولكن لما أدموند بيوريله رسالة الإدانة اللي اتسجن بسببها، الراجل بيتأكد إن هو أدموند، وبيفضل يترجاه إنه ما يقتلوش لأن ملهوش ذنب، وبيعرفه إن مش هو اللي كتب الاتهامات اللي في الرسالة دي، ولكنه هو اللي سلمها لاسم الشرطة وبس. وبيعرفوا إن اللي كتب الاتهامات دي هم دينجلرس وفرناند، وهو حاول يوقفهم لأن الاتهامات دي ما كانتش صح، ولكنهم هددوه. وساعتها أدموند بيتصدم لأن الاتنين دول كانوا أصحابه جدا، وما بيكونش فاهم هما ليه عملوا كده معاه. وبعد ما أدموند بيفكر شوية بيقول لصاحب البار إنه مش هيخلص عليه، ولكن بشرط إنه ينضم ليه ويساعده في رحلته الانتقامية. والراجل بيوافق طبعا، وبيعرفوا إن دينجلرس شغال في بنك دلوقتي وفرناند شغال في مجال السياسة. وأول واحد أدموند بيقرر إنه ينتقم منه هو دينجلرس. بيروح يقعد معاه على إنه الكونت مونت كريستو، وبيدخل لحياته من ناحية شغله في البنك، وبيعرض عليه مشروع استثماري ب10 مليون دولار. وبالفعل دينجلرس بيوافق، وبيتفقوا على ميعاد تاني يتقابلوا فيه علشان يسلموا الفلوس. وبعدين أدموند بيروح يبعت معلومات مغلوطة على التلجراف بيقول فيها إن في أعمال شغب كتير في أسبانيا. وأول ما رؤساء دينجلرس عرفوا الأخبار دي أمروا دينجلرس إنه يجمع كل الفلوس بتاعتهم اللي مشغلينها معاه. وبالفعل دينجلرس نفذ كلامهم. وفي اللحظة دي أدموند بيروح لدينجلرس اللي بيسأله إذا كان معاه الفلوس اللي اتفقوا عليها لأنه باع كل اللي معاه. ولكن ساعتها أدموند بيبتسم وبيقول له لأ، وأدموند نجح في خطته الأولى، واللي هي إنه يخلي دينجلرس يخسر كل فلوسه. وخطة أدموند التانية هي تدمير سمعة دينجلرس. بعت صاحب البار لمرات دينجلرس علشان يغويها وياخد منها معلومات وأدلة تدين جوزها. وبعدين أدموند سلم المعلومات دي للصحافة وعرفهم إن دينجلرس سحب مبالغ كبيرة من البنك بدون إذن، والسبب اللي خلاه يعمل كده هو إن ليه أشخاص مهمين داخل الحكومة. ولما الشرطة عرفت بالموضوع ده قبضت على دينجلرس. وأثناء وجوده في السجن أدموند بعت له رسالة الإدانة اللي كتبها بنفسه هو وفرناند. وساعتها دينجلرس عرف إن الكونت مونت كريستو اللي قبله هو في الحقيقة يبقى أدموند. وبعدين بيجي الدور على المدعي العام فورت، واللي أدموند بيفضل يدور وراه لحد ما بيعرف إنه كان على علاقة مع مرات دينجلرس وكمان خلف منها طفل. وعلشان ما يتفضحش راح دفن الطفل وهو حي. ولكن ساعتها الخادمة شافته واستنت لما مشي وراحت خرجت الطفل وربته هي. وأدموند استغل الحكاية دي وخلى الخادمة ترفع قضية على فورت، واللي بكده سمعته بتكون اتدمرت، وكمان القاضي بيؤمر بحبسه في السجن. ودلوقتي جه الدور على فرناند، واللي بيكون كره أدموند ليه أكتر من الاتنين اللي قبله. وده لأنه مش بس كان السبب في سجنه، لأ ده كمان اتجوز خطيبته. وعلشان كده أدموند بيقرر إنه يحضر له خطة جهنمية. وأول حاجة عملها إنه بعت لمراته مرسيدس هدية عبارة عن حلق دهب. وأثناء ما مرسيدس كانت بتلبس الحلق جوزها فرناند شافها، ولما مرسيدس عرفته إن دي هدية من الكونت مونت كريستو، فرناند اتضايق جدا وسألها هي ليه قبلت الهدية منه أصلا. وساعتها مرسيدس بتقوله لأنهم هيبقوا أصحاب. ففرناند اتضايق أكتر وضربها بالقلم. وبنعرف إن جوازهم بيكون مليان بالمشاكل بس بتكون مكملة معاه علشان ابنهم. وبعدين مرسيدس بتروح تقابل الكونت، وأدموند بيستغرب لما بيلاقيها بتحاول تتجنب النظر في عينه. ولما بيفضل يتكلم معاها مرسيدس بتحس إنها سمعت صوته قبل كده،
والحقيقة إن مرسيدس بتكون عارفة إن هو أدموند من أول مرة شافته فيها، ولكنها كانت شاكة شوية بسبب النعيم اللي بقي فيه. بس كلامهم مع بعض دلوقتي أكد لها إن هو أدموند الراجل اللي حبته من كل قلبها. وساعتها أدموند بيطلع ساعة من جيبه، كانت مرسيدس جايبها له هدية زمان. وأول ما مرسيدس بتشوفها بتتأثر جدا، لأنها ما كانتش متخيلة إن أدموند هيفضل محتفظ بالهدية بتاعتها لحد دلوقت. وبعدين أدموند بيكون جمع كل المعلومات اللي ممكن تدين فرناند، زي إن من كام سنة مثلا فرناند كان مجرد جندي عادي، وعلشان يترقى ويبقى معاه فلوس كتير انضم للعدو اللي بيحارب بلده، وخلوه يقتل جنرال مهم عنده مقابل صندوقين مليانين بالذهب. وطبعا أدموند مستناش وراح ادى المعلومات دي للصحافة. وأول ما مرسيدس قرأت الخبر ده اتصدمت، لأنها ما كانتش متخيلة إن جوزها راجل حقير بالشكل ده. وبعدين المحكمة عملت له جلسة استماع. في الأول فرناند أنكر كل الاتهامات الموجهة ليه، ولكن لما بنت الجنرال دخلت لقاعة المحكمة كل حاجة اتكشفت، لأن البنت بيكون معاها دليل قتل فرناند للجنرال، وكمان الرشوة اللي أخدها من العدو، وكل الحاجات دي بتكون عليها توقيعه. فتم حبس فرناند في السجن مدى الحياة. وساعتها أدموند بيكون ارتاح، لأنه حقق انتقامه العظيم من الناس اللي ظلموه. وبعدها بيروح يزور قبر أبوه، وهو كان بيتمنى إنه يكون عايش دلوقتي علشان يتمتع معاه بالثروة اللي لقيها. وبعد ما بيرجع لجزيرة الكونت مونte كريستو بيلاقي مرسيدس مستنياه هناك، فبياخدها ويمشوا مع بعض. سبحان الله، لفت الأيام وكل اللي ظلم أدموند اتسجن، وهو خرج من السجن ولقي كنز يعيشه ملك. وبكده يكون فيلمنا انتهى. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.